في قناتي انا برايس سعيد. فيديو النهارده هوريكم نصايح يعني ازاي تنجزوا في يومكم اكتر وتذاكروا اكتر وكده. ويعني الحاجات دي معظمها يعني يعتبر الكتير، ولو في حاجات ممكن ما تنفعش لبعض الناس فلو الحاجات دي مش بتنفع لك متعملهاش. وطبعا مفيش اي حد بيبقى عارف بيبقى حياته اللي هي دايما منظمه او دايما اللي هي دايما بيخلصوا كل حاجتهم مثلا في يومهم. طبعا في حاجات في ايام تبقي مش هتعملي فيها اي حاجه ومش بتعملي فيها اي حاجه، فما تفتكروش يعني ان حياة الناس كلها عارفه اللي هي بتبقى حلوه يعني وكده، وكل الناس عندها مشاكل يعني. فيلا خلينا نبدا. اول حاجه ودي اهم حاجه يعني او من الحاجات المهمه انك يبقى عندك وقت معين انت بتنامي فيه تصحي فيه. يعني مثلا انا حوالي مثلا 10، فانا ممكن انام 9، ممكن انام 10:30 وكده، مش تبقى مشكله قوي. اما مثلا مش في يوم مثلا انام الساعة 8 وفي يوم تاني انام 12، لا يبقى الوقت محدد يعني وكده. وبرضه للصحيان مثلا 8 مثلا، فممكن تصحي 7، ممكن تصحي 9، بس مش في مرة تصحي مثلا 5 ومرة تانية تروحي تصحي 12 الصبح. فده برضه بيبقى مهم قوي يعني لجسمنا، حتى لو انت مش شايفة فرق يعني انك تبقى كل يوم تنامي في وقت معين مادام انت نايمة وقت كافي، بس ده بيفرق جدا يعني في الجسم. وطبعا الحاجة الجاية دي الناس كلها بتقولها، والناس كلها يعني بتقول ان دي حاجة مهمة قوي انك تعملي تو دو ليست. وطبعا انت ممكن ما تلاحظيش ان هما برضه بيقولوا النصيحة دي انك تبقي عاملاه بالترتيب او بديتيل قوي. يعني مثلا ما تقوليش من 8 ل 3 عندي مدرسة، لا مثلا لو انت بتشتغلي من البيت مثلا من 8 ل 9 عندي مثلا عربي، من مثلا 9:30 لغاية 10:30 يبقى في مال كده. اعمليه بالظبط كمان عشان لما تبقي عارفة اللي هو كل مثلا ربع ساعة بتعملي تشيك لحاجة بتحسي انك فعلا انجزتي حاجة كتيرة. اما لو مثلا كل 5 ساعات بتعملي تشيك لحاجة تحسي انك ما عملتيش اي حاجة، مع انك ممكن تكوني عملتي حاجات اكتر اصلا من قبل كده. وكمان حاجة مهمة انك تعمليها بالترتيب، انك مثلا هصحى وبعديها افطر وبعديها مدرسة وبعديها اذاكر وبعديها اروح تمرين وبعديها اتغدى، يعني يبقى بالترتيب عشان ده برضو بيساعد انك تنجزي وقت اكتر. اكتبي ايه اللي حصل في يومك، ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك، واكتبي مثلا 3 حاجات مثلا قبل ما تنامي او اول ما تصحي انت حاسه ان فعلا يعني تشكري ربنا عليها. ان في حاجات تبقى بسيطه جدا احنا مش بناخد بالنا منها، فلما بناخد بالنا منها ونحس ان في ناس ما عندهاش الحاجه دي بنبقى فعلا حاسين اللي هو لا انا عندي حاجات ولازم استغل الحاجات دي عشان إيه يعني هو ربنا رزقكش بالحاجات دي عشان اللي هو تبقي خلاص ماشي انا عندي الحاجات دي ويلا وكده. لازم تستغليها انك تنفعي اي حد او المجتمع. خدي بريكس. وممكن كمان في تكنيك اللي هو اسمه بومودورو ميثود، ده بيبقى اللي هو مثلا تذاكري لوقت معين وبعدين تاخدي بريك لوقت معين، مثلا 25 دقيقة مذاكرة بعدين 5 دقايق بريك، او 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق بريك، او 45 دقيقة مذاكرة و15 دقيقة بريك. بس الفكرة انك تبقي بتاخدي بريك في وقت معين ويبقى ليه وقت محدد، ما تقعديش تعملي كده طول اليوم. يعني مثلا بعد 4 ساعات مثلا مذاكرة ممكن تاخدي بريك نص ساعة او ساعة الا ربع على حسب انك انجزتي قد ايه وبقيتك قد ايه. يعني بصي لقدام او يعني هاتي لنفسك سبب انت ليه يعني مثلا بتذاكري او بتعملي حاجه انت بتعمليها. يعني مثلا انا بذاكر عشان في الاخر ابقى بنفع الناس، او بذاكر عشان ابقى معايا درجات حلوه وابقى بتابع حد بيقوله، او مثلا عشان مثلا بابا وماما يبقوا فرحانين منك او حاجه زي كده. طبعا مش دايما هيبقى انت هتفكري في نفسك في كده. طب ما الحاجه دي ممكن تحصل بعد 20 سنه، هل انت هتصبري على 20 سنه دي؟ طبعا يعني مش كل الناس هتقدر اللي هي اللي هو تقعد تفكر في الحاجة دي. ده طب ما انا قدامي 20 سنة مش هقعد استحمل كل ده. فممكن يعني تكافئي نفسك بحاجة بسيطة. يعني مثلا على حسب التاسك بتاعتك، مثلا كل 5 تاسك او 7 مثلا تروحي مثلا قايله انك تاكلي شوكولاته، او مثلا هتتفرجي على فيديو او اي حاجه. يعني ده فعلا بيساعدك انك تنجزي اسرع واكتر. انك ماشي يلا خلص ده بسرعه عشان اروح اكل شوكولاته، يلا خلص بسرعه ده عشان انزل اتمشى، اخلص ده بسرعه مثلا عشان نروح نشتري هدوم. حاجه كمان ودي اكتر حاجه بحسها ممتعه يعني في كل نصايحي كده، انك يعني تظبطي المود وكده، انك بتشغلي مثلا شمعة او بيبقى هتعملي حاجة سخنة تشربيها او اي حاجة تشربيها يعني، وتبقى معاكي مثلا حاجة سناك بسيط جنبها يعني. وممكن برضه تشغلي اغاني يعني، وده اللي هو بيساعدك انك تركزي او بيساعدك انك تحسي ان المذاكرة يعني حاجة ممتعة وكده. حاجة كمان لو انت حتى بتبقى مشتغلة من البيت، مثلا انك تلبسي يعني تغيري هدومك، مثلا مش تفضلي مثلا في البيجامة طول اليوم. مثلا ممكن تلبسي اي حاجة بتحسي ان هي يعني تغيري عشان مثلا تحسي انك مش كسلانة او مش عايزة ترجعي للنوم تاني، لا تلبسي حاجة اللي هو كأنك خارجة مثلا او حاجة زي
زي كده، عشان ده برضو اللي هو بيساعدك انك تفوقي او تحسي انك فعلا عايز تنجزي حاجه. الحاجه دي برضو احسها من الحاجات الممتعه، انك تتفرجي على مثلا يوتيوب فيديوز اللي تخليكي مثلا تبقي حاسه انك عايز تعملي حاجه، او تسمعي بودكاست، او مثلا تدخلي على بنترست مثلا تشوفي بقى اللي هي مورنينج روتينز وحاجات بقى البرودكتيف بقى وحاجات كده. ممكن برضو تعملوا فولو الانستجرام اكونتس دي، بحسها يعني تديكي طاقه ايجابيه وتحسسك انك عايز تعملي حاجه. من الناس اللي انا بحب اسمعها يعني وكده، في 2 انجليش وفي 2 عربي. عندنا دول بحسهم يعني بيدوني حاجه ان انا تدفعني ان انا اخلص اللي ورايا من الاخر كده. بحس لما اتفرج ببقى عايزه ان انا اخلص اللي ورايا بقى وانجز وبقى اللي هو كده. يعني الحاجه اللي انا اقولها دي مهمه جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا كل حاجه بقولها بقول ان هي مهمه، بس دي فعلا مهمه. انك تبقي المكان اللي انت بتشتغلي فيه او بتذاكري فيه يبقى منظم. يعني مثلا انا بشتغل من المكتب، يبقى المكتب منظم والاوضه منظمه، عشان لو المكتب منظم والاوضه كلها مش منظمه ودخلت الاوضه لقيت الاوضه كلها مبهدله والمكتب منظم، طبعا ده مش هيفرق في اي حاجه. بحس ان انا اصلا خلاص بقى مش عايزه اعمل اي حاجه وارجع انام بقى الاوضه مش منظمه. بحس ان انا كده مش مستعده ان انا اخلص كل اللي ورايا. دي بقى حاجه مهمه قوي 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 برضو، انك تبعدي تليفونك او انك ما تستخدموش. دي بقى في اي حته، اني في اي اوضه تانية، حطيه في الصاله، اعمليه سايلنت، وديه في اي حته، بس يعني ما تقعديش عليه عشان التليفون بجد بيبوظ كل حاجه. يعني بحس ان انا صاحيه نشيطه ومش عارفه ايه واذاكر ساعتين وبعدين هقعد على التليفون شويه، بعدين اقعد على التليفون، اقعد مثلا ساعه على التليفون، واحس ان انا خلاص بقى ضيعت كل الوقت اللي انا عندي ومش عايزه اعمل اي حاجه. وديه في اي حته. ولو انت يعني محتاجه انك تشتغلي على تليفونك او كده في البتاع، حاولي تحطي حاجاتك على اللابتوب، عشان بحس اللابتوب اللي هو في المود اللي هو يعني اللابتوب ما فيهوش حاجات كتير قوي انك تشتتي بيها زي التليفون. يعني لو محتاجه بقى تليفونك يعني قوي، اعملي سايلنت، ويعني اعملي اي حاجه، حاولي انك ما تشتتيش. اشربي ميه كتير، او اشربي ميه عامه. يبقى مثلا معاكي كوبايه جنبك وانتي بتذاكري، كل ما تفضل تمليها تاني كل ما تفضل تمليها تاني، ويبقى حطي فيها مثلا تلج او حطي في ليمون حاجه زي كده، تحسي ان فعلا كده بقى في المود. وممكن برضو تشتري كوبايه اللي هي شكلها حلو عشان تحطي فيها الميه وتحسي انك مستعده انك تعملي حاجه في يومك وكده. اعملي تايم بلوكينج. انا مش عارفه الصراحه اشرحها ازاي يعني، ومش عارفه برضو اجيبها بالعربي، بس انك مثلا انا عارفه انك لازم تعملي تو دو ليست بالترتيب وان ديتيل يعني وكده، بس حاجه كمان انك تعمليها بالوقت. وطبعا مثلا مش تعرفي بالظبط ايه الوقت اللي هتاخديه. يعني مثلا انا فاكره ان انا مثلا ممكن افطر في تلت ساعه، اخد نص ساعه، احس ان انا كل اليوم باظ. يعني انا مثلا عامله ان انا افطر من 8 ل 8 وتلت، خلصت الفطار الساعة 8:30. طب انا دلوقتي حاسة ان انا يعني التو ليست بتاعي باظ خلاص. فاعملي تايم بلوكينج. يعني مثلا هفطر مثلا ادخل حمام اعمل سكين كير واصحى وكده من 8 ل 9. فلو حتى مثلا حاجة ضاعت مثلا في النص، تبقي خلصتي الحاجات دي الساعة 9، فاللي هو مش هيبوظ التو دو ليست قوي. كمان انك مثلا ما تديش الوقت اقل، لا ادي وقت اكتر. يعني مثلا انت فاكره انك هتعملي حاجه دي في تلت ساعه، بدل ما تعمليه اكتبي انك هتعملي حاجه دي في تلت ساعه، اكتبي انك هتعمليها في نص ساعه، عشان لو خلصتيها حتى بدري او متاخر ما تحسيش انك تو دو ليست باظ. يعني حطي وول بيبر على اللابتوب او على التليفون، تحسي ان هي بتديكي يعني اللي هي الطاقه الايجابيه. وعملت في فيديو من الفيديوهات يعني فيجن بورد ازاي انا عملتها، ودي انا حطاها على التليفون واللابتوب، وبحس ان هي فعلا بتفيد. وبحس ان انا كل ما بشوفها كده بحس ان انا ده شخص كده مستعد يعمل حاجات كتير قوي في حياته. فلو عايزين تعرفوا تعملوها ازاي، ممكن اديكم يعني توتوريال ازاي تعملوها. لو عايزين تشوفوا بتاعتي روحوا على الفيديو. عارفه ان انا بقول كده في كل فيديو يعني بتاعي، بس ابدأي. اهم حاجه انك تبدأي، يعني ما تقعديش تفكري كتير، لا ابدأي. وحاجات eventually يعني ممكن تتحل. وكمان انك تعملي تو دو ليست بالليل، عشان لما تقعدي تفكري كتير كده الصبح تحس ان كل حاجه ضاعت. فوقت بالليل هو بيبقى في وقت في الاخر بالليل. ومثلا انا مثلا قاعده على السرير 5 دقايق من تو دو ليست مش هتفرق كتير. اما الصبح لما بعملها مثلا انا تعبانه مش لازم اعمل الحاجه دي ومش عارفه ايه، لا اعمليها بالليل والحاجات اللي المفروض تنجزيها وخلاص. الصبح اليوم اللي بعديه مش تقدري تشيل اي حاجه. خلي نفسك مستريحه في الحاجه اللي انت بتذاكريها والحاجه اللي انت بتلبسيها. زي ما انا قلت قبل كده، انك يعني تلبسي هدوم خروج جينز مثلا وسويتش. لو انت مش حاسه انك يعني مستعده انك تلبسي مثلا الحاجات دي، او الحاجات دي مش بتخليكي مستريحه، تلبسي عادي سويت بانت مثلا والسويت شيرت، مش تفرق قوي. المهم يبقى حاجه غير اللي انت نمتي بيها، عشان تحسي انك انجزتي بقى حاجه في يومك. وانا كمان اصلا بس سويت بانت وسويتر بقى واسمه ايه جاكيت عادي يعني، فمش حوار قوي يعني وكده. بالذات لو انت حد مش بيستمتع قوي في الهدوم يعني الكاجوال وكده، هاتي ادوات مدرسه شكلها حلو، او يعني زيني يعني الادوات بتاعتك. لو عايزين اعمل فيديو ازاي بزين يعني الحاجات بتاعتي وكده، اكتبولي في الكومنتات يعني وكده. واشتري برضو حاجات اللي هي تحسسك انك عايز تنجزي حاجه. اشتري مثلا نوتة عليها شكل حلو ومن جوه مثلا فيها جولز
وكده، واشتري اجنده، اشتري يعني حاجات فعلا هتفيدك، وما تشتريش قوي عشان بعد شويه تحس ان الحاجات دي ممكن يعني ان هي ما تبقاش بتساعدك قوي، وان دي مش حاجه رئيسيه، دي بس حاجه لو انت عايزه مثلا تجهزي نفسك بيها. ذاكري في اماكن مختلفه، يعني مش كل مره لازم تذاكري على المكتب، ممكن تذاكري على المكتب، ممكن تذاكري على السرير، ممكن تذاكري في الصاله، ممكن تذاكري بره البيت خالص، تذاكري في الجنينه، تذاكري في كوفي شوب، تذاكري في النادي، تذاكري في السطح، تذاكري في البلكونه، تذاكري في اي حته. المهم انك تغيري اماكن، تحس ان دي حاجه بتفرق كتير، اللي هو مش هبقى زهقانه بقى كل مره اقعد على المكتب واقعد اذاكر، لا غيري اماكن. كمان بالذات في السطح بحس ان يعني يبقى حاجه ريلاكسنج قوي انك تذاكري في السطح او في الجنينه، حاجه زي كده. اهم حاجه يبقى انت مستريحه في المكان ده، يعني مثلا انت بتذاكري في السطح، لا حاسه انك حاجتك مش مظبوط، او حاجتك مش عارفه تتحكمي فيها، مثلا الهواء بيطيرها، مثلا مفيش مكتب في السطح، او مفيش اي حاجه تقعدي عليها في السطح تظبطي فيها حاجتك وكده. فاهم حاجه يبقى انت مستريحه في المكان ده، المكان يعني تغيريه عشان ما تزهقيش. وده كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه. انا عمري ما استخدمت ترايبود كده.